السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم يا أحلى وأغلى وأجمل متابعين ومشتركين مطبخ ماجي وجوجو. أهلا بكم في فيديو جديد. شايفين طبق المكرونة الجميل ده؟ دي مكرونة اسمها مكرونة الانسجام. يا ترى هتطلع انسجام ولا أي كلام؟ المكرونة دي منتشرة اليومين دول يعني وناس كتير يعني بتتكلم عليها. هي عبارة عن نوعين مكرونة أو 3 أنواع مكرونة طبعا متوفر عندك، وبتبقى بتتميز بصلصتها، بتبقى صلصة تقيلة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بيبقى فيها حبة توابل كده وخلطات هتشوفوها في الفيديو. دلوقتي ندوق وأقول لكم رأيي إيه فيها. نتذوق. يا لهوتي على الجمال، تحفة. مكرونة بصراحة تحفة. مجموعة التوابل اللي فيها وميكس بصل مقرمش كده زي بتاع الكشري، كله ده بالتوابل مع البصل مد كده نغمة كده موسيقية. بصراحة مكرونة تحفة، وجربوها اعملوها لولادكم بدل ما يجيبوها من بره. طبعا انتوا عارفين الاسعار دلوقتي غالية، وعلى يعني على قد امكانياتنا يعني وقد احتياجاتنا ممكن نبقى نعمل الحاجة في البيت بدل ما نجيبها من بره. والوقت عشان اقول لكم على الجمال ده والمقطوعة الموسيقية دي، شوفوا الفيديو. معاكم مجدي عبد الرازق، مطبخ ماجي وجوجو، ويلا نبدأ. ودلوقتي هنقول مقادير مكرونة الانسجام. طبعا طالما مكرونه يبقى عندي مكرونه. عندي هنا نوعين مكرونه، مكرونه خواتم ومكرونه سباكيتي. ممكن ناخد المكرونه الصغيره شويه اللي هي بتبقى بتاعه الكشري. اوكي. وعندي هنا عصير طماطم، وعندي ده مكعب صلصه. الصلصه دي انا عاملاها في القناه. وعندي توم مفروم وبصل مقطعاه جوليان ومعلقه دقيق. وعندي البهارات بقى: ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، كمون، سكر، وكزبرة ناشفة، وبابريكا. تمام. والوقت هقول لكم هنعمل ايه. الوقت هجيب معلقة الدقيق، هحطها هنا على البصل، وهدعك البصل كده علشان لما اجي احمره يبقى حلو مقرمش يعني. تمام، زي البصل بتاع الكشري بالظبط. اوكي. والوقت هنروح على البوتاجاز، وطبعا معانا في الوصفة زيت. اوكي. هنا يا امارات حطيت كسرونة على البوتاجاز وحطيت فيها زيت. بعد كده هنزل بالبصل اللي حطيت عليه الدقيق عشان احمره. تمام. خلاص يا امارات، هنا البصل اتحمر، هطلعه هنا على مناديل. والزيت ده هنستخدمه بقى نكمل فيه بقية الوصفة. تمام. هاخد منه معلقتين عشان برضو ابقى احطهم على المكرونة. يعني حبة الزيت عملنا بيهم وصفة المكرونة كلها. تمام. يا امارات هنزل بقى بالثوم. عندي معلقة ثوم مفروم، لغاية لما ريحة الثوم تطلع هضيف الصلصة. ممكن تفرموه وتقطعوه، انا مقطعه قطع صغيرة. تمام. بعد كده هنزل بمكعب الصلصة. الصلصة دي انا عملتها في القناة، هتشوفوها ان شاء الله هتعجبكم اوي. الصلصة دي منجزة وبتوفر في الوقت. بعد كده هننزل بعصير الطماطم يا امارات، ونسيبه لغاية ما يغلي. اوكي.
الوقت انا سايبه الصلصه تتسبك على النار. في الاثناء دي هنعمل البصل. شايفين البصل مقرمش ازاي؟ لا، في حالتين، لا اما تضربيه في الكبه تنعميه، لا اما تعملي كده. فانا عشان ما نوسخش ما نوسخش مواعين كتير هنعمله بايدينا كده. تمام، نفركه بايدينا كده. هنا حبايبي الصلصه اتسبكت، شايفين القوام عامل ازاي؟ هنزل هنا بالبهارات بتاعتي كلها واظبط الملح، نقلب. بعد كده هننزل بالبصل اللي فرمناه بايدينا ده ونقلب. الروايح رائعة. المكونات خدت غلوة مع بعض اللي هي التوابل والبصل، وخلاص كده بقت عندي الصلصة جاهزة تمام التمام. عندي خلاص هنا الصلصة اتسبكت يا أمارات، ما شاء الله ريحتها روعة. وهنا حطيت كسرونة على النار وحطيت فيها مية وملح علشان هنسلق المكرونة. اوكي، عندي هنا المية غلت ونزلت بيها عندي هنا المية غلت، نزلت بالمكرونة وهسيبها لغاية لما تستوي. اوكي، عندي هنا المكرونة خلاص استوت. هصفيها وهقولك هنعمل ايه. عندي يا أمارات خلاص المكرونة بعد ما صفتها حطيت عليها مية باردة. هنزل هنا بمعلقتين زيت عشان المكرونة تبقى مفلفلة. الزيت ده أنا كنت خدته وأنا بحمر البصل لو تفتكروا. أوكي، هنقلبها بقى مع بعضها. شايفين المكرونة لما حطيت لها معلقتين الزيت بقت فرفرة من بعضها ازاي؟ وبكده تكون وصفة النهاردة خلصت. وصفة سهلة وفي نفس الوقت لذيذة، هتعجبكم ان شاء الله. جربوها بدل ما تشتروها من بره. الوصفة خلصت لكن وصفاتي لسه ما خلصتش. كنت معاكم ماجدة عبد الرازق، مطبخ ماجي وجوجو. اسيبكم في رعاية الله وامنه. مع السلامة.